يا صباح الخير. طلبتوا مني كتير قوي في التعليقات المكرونة بالوايت صوص، بس انا كنت محتارة الحقيقة اعملها لكم بالطريقة الايطالية الاصلية بتاعتها اللي هي من غير لا توم ولا دقيق ولا لبن ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا اعملها لكم بالطريقة المعتادة بتاعتنا احنا اللي كلنا تقريبا بنعملها، بنحط فيها التوم، بنحط فيها الدقيق، بنضيف لبن وبنضيف كريمة لو موجودة. فانا في الاخر قلت هعملها لكم بالطريقه العاديه اللي احنا بنعملها، وبعد كده هعملها لكم بالطريقه الاصليه بتاعتها. اول حاجه انا بعمل معاها الفراخ، بس مش بدخل الفراخ جوه صوص المكرونه، انا بحبها كده. تقدروا تعملوها زي ما انا هعملها، او تحطوا عادي الفراخ مع المكرونه. في البدايه هتبل الفراخ دي بملح وفلفل، بقدونس مجفف، بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه، وتوم باودر وبصل باودر، وهرش عليهم شويه من زيت الزيتون. البابريكا تقدروا تستخدموا البابريكا العاديه، والبقدونس تقدروا تستخدموه فريش، او كمان ممكن تقدروا تستخدموا الكزبرة، بتبقى حلوة جدا وعملناها قبل كده. بعد كده بحط فيها شرايح الفراخ، بحط اي كمية انتوا عايزينها، بتكتروا عليها الصوص على حسب الكمية اللي انتوا تستخدموها. بضيفها بقى في الصوص شوية، تقدروا تسيبوها او تقدروا تشتغلوا بيها على طول، اللي يريحكم. انا حطيتها في الصوص تقريبا 10 دقايق على ما غسلت ايدي وعلى ما جهزت الطاسة بتاعتها. كانت هي يعني ايه، اتبلت شوية. اقلبها كويس كده، وعندي بقى الطاسه سخنه، هبدا اشويها عادي خالص زي ما بنعمل اي حاجه مشويه. هحطها، مش هحط اي كميه زيوت تاني في الطاسه، هي اوريدي عليها زيت الزيتون. وهسيبها، احط كل الكميه واسيبها لحد ما تاخد لون من الجهتين وتستوي زي ما بنعمل اي فراخ مشوية او اي حاجة على الجريل. طيب لو انتوا عايزين فراخ في قلب الصوص نفسه، بتبدأوا ان انتوا تقطعوها عادي خالص، وبعد كده طاسة على النار بتحطوا فيها شوية الزيت وتحطوا الفراخ على نار عالية، وبتشوحوها مع نفس البهارات دي، وبتسيبوها لحد ما تتشوح وتاخد لون. اهم حاجة النار تبقى عالية عشان ما تنزلش ميتها، وتسيبوها تاخد لون شوية. وبعد كده بتشيلوها وتبدأوا تعملوا نفس الخطوات اللي احنا هنعملها في الاول. هتضيفوا بقى بعد كده التوم. بس يلا بينا الاول نعمل المكرونة. مية مغلية وهحط عليها المكرونة. هحط اي نوع مكرونه، انا اوقات بستخدم الشرايح العاديه اللي هي بتاعه الفريدو، او اوقات بستخدم اللي هي القلم العاديه خالص بتاعه المكرونه البشاميل. بتاعه المكرونه البشاميل بفضلها اكتر الحقيقه. بسيبها لحد ما تستوي، وبيبقى عندي بقى الطاسه اللي هعمل فيها الصوص الابيض. كميه الزبده المفروض تبقى اكتر من كده شويه، يعني معلقه كبيره او معلقتين، بس انا كانت دي اخر كميه زبده عندي، فمفيش اي مشكله، هضيف زيت زيتون. بعد كده هضيف معلقه من الثوم. زي ما قلت لكم، لو انتوا تعملوا الفراخ شرايح، بعد ما بتستوي الفراخ بتشيليها وبتبدأي بقى الخطوة دي على طول. يعني على طول بعد ما بتشيلي الفراخ بتبدأي تحطي برضو كمية زبدة كمان، وتحطي فيها التوم لحد ما بتشمي ريحة التوم. مش بنسيبه يحمر او يصفر او اي حاجة، بنشم ريحته بس. وببدأ اضيف عليه ربع كوباية من الدقيق. ربع كوباية من الدقيق ما تبقاش كبيرة، هي تقريبا معلقتين كبار بشكل هرمي كده. نديله بقى تقليبة كويسة جدا، وبالسباتولا كده وبأي معلقة نحاول نفتت فيه عشان لو في أي تكتلات ما تبقاش في قلب الصوص. اوريدي هيبقى فيه تكتلات من التوم، ولكن مش عايزين تكتلات من الدقيق نفسه. لحد بقى ما يبقى برضو يطلع ريحته كده، وتحسوا ان هو الخليط شوية دقيق استوى، ما يبقاش فيه طعم دقيق باين. هبدأ اضيف السوائل. السوائل دي بقى براحتك، هتضيفي لبن بس، هتضيفي لبن وكريمة، هتضيفي لبن وجبنة كريمي تديله غناوة، لبن وقشطة، لبن بس، وتحطي مية من مية المكرونة اللي يريحك. انا حطيت في الاول كوباية من اللبن، انا هحط كوبايتين من اللبن وكوباية من الكريمة. تقدري بقى تنصصيهم او توزعيهم بالطريقه اللي انتوا عاوزينها زي ما انا قلت. حطيت كوبايه من اللبن وقلبت كويس، وعندي 250 جرام من الكريمه اللي هي تقريبا كوبايه. وبعد كده هقلب شويه. كوبايه اللبن دي كوبايه صغيره يعني، لو هنعمل بنفس معيار الكوبايات الكبيرة هتبقى 3/4. ولكن هي مش محتاجة معيار قوي يعني، او محتاجة نقعد ندقق كتير، هو بالنظر وبالتقل الصوص اللي انت بتحبيه. في ناس بتحبها خفيفة قوي، في ناس بتحبها ماسكة نفسها كده، انا بحب الوسط. ضفت تاني كوباية لبن، وهبدأ بقى اقلب كويس واسيبها تتقل براحتها.
ولو احتاجت مني ان انا اتقلها تاني خلاص مش هحط لا مي لا كريمه ولا لبن، هحط ميه من بتاعه سلق المكرونه. بس في الوقت ده ما كانش لسه المكرونه استوت قوي. بعد كده بقى بقلب كويس وهضيف البهارات بتاعتي. عندي شويه بساط من الملح، رشه بسيطه من جوز الطيب والفلفل الاسود، نص معلقه من البقدونس المجفف ونص معلقه من الزعتر. البهارات دي بتخلي طعمها يجنن. البقدونس المجفف لو مش متوفر في المحلات عندكم تقدروا تحطوه تغسلوه وتحطوه في الميكرويف او في القلايه الهوائيه وتفركوه زي ما بنعمل النعناع بالظبط. بعد كده هضيف نص كوبايه من الجبنه المبشوره، انا عندي ضفت بارميجانو، فتقدروا تضيفوا اي نوع عندكم، تقدروا تضيفوا كمان موتزاريلا بس انا الحقيقه مش بفضلها قوي في قلب الصوصات او على وش المكرونات. اللي تحبوه حطوه، اي حاجه متوفره قدامكم حطوها. ممكن تحطوا معلقه جبنه كريمي. بعد كده بدوق الملح بتاعها وخلاص هي كانت مظبوطه جدا. هبدا بقى هتبقى جاهزه ان هي تستقبل المكرونه. يبقى الوقت ده المكرونه عندي استوت. هضيف برضو شويه من ميه المكرونه لما بتتحط على الصوص وبتغلي شويه معاها الصوص بيفضل تقيل، فبشيل بقى كوبايه او 2 من ميه المكرونه كده على جنب قبل ما بصفي المكرونه، علشان لو احتجتها بعد كده في تسخين المكرونه او لو حبيت اخفف اكتر من القوام الموجود. خففتها شوية وهضيف بقى المكرونة عليها. تقريبا المكرونة اللي انا ضفتها من 300 ل 350 جرام، بس الصوص عندي ممكن تحطه لحد 400 450 مفيش مشكلة خالص، لان هو كان كتير، انا بحبه كده يبقى كتير شوية. بعد كده بسيبها يعني وقت سلق المكرونة دي بتبقى تقريبا 5 دقايق، انا بطلعها 4 دقايق، يعني الدقيقة اللي فاضلة دي بسيبها تستوي مع الصوص علشان تاخد من طعمه، مش مجرد ان انا احط المكرونة واشيلها على طول. بس بتكون عندي كده المكرونة بتاعتي استوت وجاهزة، بيبقى طعمها خطير جدا. ان شاء الله المرة الجاية او الوصفة الجاية هعمل لكم الالفريدو الايطالية الاصلية. كل الفرق ما بينهم ان الايطالية مش بيتحطوا عليها توم ولا بيحطوا عليها لبن، بيعملوها بس بالكريمة، بالزبدة والكريمة والجبنة البارميجانو، بيحطوا كمية كبيرة جدا من الجبنة البارميجانو. بس كده الوصفة تقريبا خلصت. بتبقى سريعة جدا مش بتاخد اي وقت. الفراخ استوت كمان، حطيتها على الوش كده زي ما انتم شايفين. قدموها بقى بالطريقة اللي انتوا تحبوها. انا عن نفسي بحب الفراخ تبقى مشوية كده فوقها مش جواها، وباكلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بحط في طبق وبحط عليها الفراخ برضو رشة بارميجانو. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى الناس اللي طلبتها مني، انا اسفة ان انا اتأخرت عليكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. واشوفكم باذن الله في وصفة جديدة عن قريب. مع السلامة.